صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل من ليه نبي يصلي عليه. هل احنا متربيين كويس؟ يعني هل المقومات الأخلاقية اللي المفروض تكون موجودة في مجتمع بينهض موجودة حدانا، موجودة فينا، في عقولنا، في طريقة تفكيرنا، في علاقاتنا ببعض؟ سؤال واسع وسؤال كبير. يعني مش هقدر أجاوب في وجود خبيرين هامين في هذا المجال، وأنا أتمنى أن حضراتكم تركزوا في الكلام اللي هيتقال، لأنه يكون مقدمة لحاجات كتيرة هنعملها مع بعض إن شاء الله في برنامج باختصار. عن يميني الدكتورة سلمى البكري، خبيرة في التربية. مساء الفل يا فندم. مساء معتز. ورئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية، عشان بس يكون واضح عند حضراتكم إنها يعني مش بس بتربي يعني الناس في أسرتها، ولكن كمان في مدرسة كاملة هي مسؤولة عنها. ومعها صديقي الدكتور محمود حمزة، هو أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وخبير أيضا في التربية. مساء الفل يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. طيب خلينا نسأل السؤال الأولاني، هل احنا راضيين عن مستوى الأخلاق الشخصية والعامة في بلدنا؟ في خلل ما، والخلل ده السؤال بعد كده بقى يكون مصدره ايه؟ دكتور سلمى. ازيك يا معتز الاول؟ ربنا يخليك يا فندم. بخير الحمد لله، قاعد هنا كل يوم الساعه 10:30. احنا طبعا هنبتدي نقول احنا طبعا مش راضيين عن المستوى الاخلاقي بس لازم نرجع ده لاصله. يعني مين المسؤول عن الحاجات اللي انت كنت بتتكلم عليها؟ ايه اللي ادى ان ده يوصل؟ ايه اللي ادى ان مستوى التربية أو الأخلاق أو الحاجات اللي إحنا بنشوفها النهاردة مش راضيين عنها وصلنا ليها إزاي؟ نبتدي الأول على الأقل إن إحنا لازم نقول إنه إزاي أنت ربطت ما بين الأمن القومي وما بين الأخلاق وما بين التربية وما بين التعليم وما بين المدارس. هو الأمن القومي مش بس حدودنا، والأمن القومي يعني المنتج الرئيسي إيه؟ الشباب. والنهاردة تلتين مصر شباب، يعني 66% من شعب مصر شباب، وده المنتج الرئيسي للأمن القومي. فازاي أأمن ده؟ ازاي أوصل إن تلتين شعب مصر اللي هو من الشباب يبقى فيه الأخلاق والتربية والتعليم والأساسيات اللي هنقدر ننطلق بيها، وما نلومش غير إنه ما كناش محطوطين على المسار السليم. نيجي الأول بنتكلم على إيه هي مكونات الأخلاق، إيه هي مكونات التربية. 3 حاجات رئيسية: البيت، المدرسة، وكان المجتمع، ودلوقتي بقى الإعلام. فلو النهاردة بنتكلم على المثلث ده يبقى مثلث البيت ثم المدرسة ثم الإعلام. وكل واحد بياخد فترة ايج جروب معين. السن في البيت مثلا تلاقي من سن سنة لسن 5 سنين البيت له أكبر أثر. تمام. خليني هستاذن حضرتك في ان انا هروح لدكتور حمزة واساله نفس السؤال علشان يبقى اتنقلنا من النقطه دي للي وراها. هل احنا عندنا خلل في منظومتنا الاخلاقيه على نحو يهدد امننا، يهدد مستقبلنا، يهدد قدرتنا على ان احنا نواجه التحديات والمشاكل اللي عندنا؟ يعني انا اعتقد انه ليس خللا ولكن انهيارا. يا لهوي. يعني عشان نكون صادقين في هذا الامر. ده انا كنت بفكر ان احنا عندنا مشكله. لا خلينا صراحه. لأن الانهيار الأخلاقي موازي لكثير من الانهيارات التي حدثت في المجتمع المصري، على الأقل في العقدين الأخيرين. يعني عقد التسعينات والألفينات في حالة من حالات الانهيار، وسبب الرئيسي في هذا هو غياب التعليم. حينما يغيب التعليم عن دولة لابد وأن تنهار المنظومة الأخلاقية. وحضرتك بص بوضوح وبصراحة على الشارع المصري، على المؤسسات الحكومية المصرية، على المدارس المصرية، على المستشفيات المصرية، على الحوار بين الأطفال، حتى على بعض الحوارات التي تدور في الإعلام المصري، لتكتشف بوضوح أن منظومة الأخلاق في مصر تحتاج إلى إعادة بناء من جديد. فإذا كنا بنتكلم في مش خلل بس، خلل أنا شايفه مرادف بسيط للواقع الحقيقي الموجود في المجتمع المصري. والخلل ده لا يواجه إلا بالمصارحة، المصارحة والمكاشفة، وإن كل شخص مسؤول عن هذا الدور في الوطن يقوم به على أكمل وجه. فالمسألة ليست فقط خللا ولكن انهيارا في المنظومة الأخلاقية في المجتمع المصري. ده هينقلني لاني اسال حضرتك، وحضرتك يعني خبير في التربيه وبتقابل طلبه كتير، ونفس الكلام مع دكتور سلمى، لكن حضرتك بيجي لك الطفل من البيت مستعد لانه يتقبل القيم الصحيحه، ولا هو بيجي لك خلاص
يعني نقول ايه ساتوريتد او تشبع بقيم سلبيه، ويبقى انت بالنسبه لك يعني لا تملك غير انك انت تتعايش مع هذه القيم. هو في الواقع احنا بنهتم في عناصر الزواج بكل المكملات الشكليه عند الزوج والزوجه. يعني بيهتموا بشكل الفرح هيكون شكله ايه، الشقه اللي هيبقى ساكنين فيها شكلها ايه، مستوى العفش اللي هيشتروه شكله ايه، والنجف شكله ايه. لكن هل الاب والام اللي هو الزوج والزوجه في بدايه الامر بيكون عندهم يعني ايه تربيه؟ بيكون عندهم مفهوم واضح ومستقر على كيفيه شكل التربيه اللي هيربوا بيها ابنائهم؟ لا، غير موجود. وبيبقى جزء كبير من الخلل تضارب آراء الأب والأم في طريقة التربية. يعني تلاقي الأم متكونة بطريقة معينة والأب متكون بطريقة معينة، فيبدأ الحوار ده يكون حوار مختلف، فالولد يبقى دائما في حالة من حالات الحيرة، مش عارف إيه الصح وإيه الغلط. الأم بتقول له لو حد ضربك في المدرسة اضربه، والأب بيقول له لو حد ضربك في المدرسة روح اشتكي للإيه؟ للمدرس. فهو مش عارف إيه الصح وإيه الخطأ، لأن احنا شبابنا ما بيبقاش مدرك يعني ايه مسؤولية تحمل تكوين عقلية طفل. فده بيكون بداية الخلل. بس هو بيبقى زي السفنجة برضو، يعني الطفل اللي جاي ده احنا مسؤولين عنه، لأنه أي حاجة بنديها له بيمتصها وبيمتصها كويس جدا. طيب خليني أطلع تقرير صغير قوي وهرجع أسأل دكتور سلمى عن نماذج تكون هي مرت بيها لحد جه ربما عنده قيم سلبية وهي نجحت في المدرسة إنها تخلي القيم الإيجابية تطفو وتطغى على القيم السلبية. شوف التقرير ده ونرجع نكمل حلقتنا. النهاردة بقى كان يوم امتحانات، فاللي عرفنا نصطادها من الطلبة اللي كانوا بيمتحنوا شيماء. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. ايه أخبارك؟ الحمد لله. مبسوطة؟ مبسوطة طبعا. طيب انا هقول لك حاجه بقى، انت الجيل الجديد اللي احنا عاده ما بنسمعش صوت، واكيد انت بقى في المدرسه فيك ليكي صوت وفي البيت ليكي صوت. اسالك سؤال، لما بتسمعي الكلمات الاتيه بتحسي بايه؟ يعني قولي ايه اللي بيجي على بالك؟ لما اجي مثلا اقول لك دستور تقولي ايه؟ اقول الدستور هو ايه يعني؟ لا انت ايه اللي بتعرفيه عن الدستور؟ ايه هو ده؟ ان الدستور هيهتم بالتعليم اول حاجه، وهيهتم بالرعايه. هيهتم بالتعليم يعمل ايه؟ يعني هيهتم بالطلاب والمعلمين، هيعمل مدارس جديده كتيره وحاجات كتير هيعملها. فانت شايفه انه الناس يعني لما يكون مصر فيها دستور كويس هيكون معناها انه هيكون في حلول لمشاكل التعليم. ايوه. طب انا هقول لك حاجه تانية، كلمه تانية بتسمعيها تقولي لي انت بتفهمي يعني ايه اللي بيجي على بالك؟ مثلا يقول لك الاخوان. ايه الاخوان؟ الاخوان ناس زينا. ايوه. المظاهرات يعني اللي هم بيعملوها وكده. انت ايه يعني اول ما بيجي على بالك اسم الاخوان بتفتكري اسم ان هم ناس زينا ومظاهرات؟ هم ناس زينا عادي، بس هم يعني فكرهم يعني مش زي فكرنا. هم بيفكروا في حاجه واحنا في حاجه، هم ليهم راي واحنا لينا راي. لما بتعرفي ان في انتخابات رئاسيه جايه تفتكري المصريين هينزلوا يشاركوا في الانتخابات ويقولوا رايهم، والانتخابات هتبقى صحيحه مفيش تزوير مفيش حد يلعب وكلام زي كده؟ ايوه. مقتنعه بالكلام ده؟ مقتنعه. طيب انا سمعت انك انت اول ما سالتك قلتي لي ان انت عندك اغنيه حافظاها كده ومعجبه بيها. قولي لنا الاغنيه دي نشوف بقى. الاغنيه دي بتعبر عن حبي لمصر شويه. والله؟ قولي. بس ما تتوقعش مني اغني معاكي عشان انا ماليش دعوه بالغنى، فانت بس اسمع منك وبس. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي تحية العالم، تنادي لك حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر، بنحبك يا مصر، احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى فيها، ونشيل اسم مصر، ونشيل اسم مصر. علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد. مهما اختلف الدين هنحب بعض، مهما يجرى واللي عنده فينا فكر للبلد دي تبقى بكرة. هي قلوبنا مصر، هي قلوبنا مصر، انا هبقى جندي من جنودها وهحمي ارضها. لو عاوزة مني عمري كله تحت امرها. فهمنا يعني ايه بلادي تحية العالم، تنادي لك حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر، بنحبك يا مصر.
السؤال المهم، احنا عندنا معضله ان ممكن احيانا يكون البيت نفسه ما بيقومش بدوره في التربيه. هنعالج ده كموضوع، يعني نعمل ايه احنا مع الناس اللي اتجوزت وخلفت وهو اصلا مش مستعد لانه يخلف ويربي والكلام ده. بس في دور تاني على المدرسه، وعلى الاقل بعض المدارس نجحت في انها تحل جزء من هذه المعضله. فبسال دكتور سلمى، بتعملي ايه في مدرسة حضرتك لما بيجيلك أطفال ربما مش على المستوى الأخلاق المطلوب؟ احنا مبدئيا عملنا مادة اسمها منهج بناء الشخصية، مادة بناء الشخصية اللي هي كاركتر بيلدينج. ايه اللي مقصود بمادة بناء الشخصية؟ احنا جبنا مجموعة من القيم وعددها 36 قيمة، وركزنا في مرحلة الابتدائي بس، أخدنا من أول كيجي لغاية 6 ابتدائي. وقلنا هندرس 6 قيم كل سنة، يعني أولى ابتدائي ياخدوا 6 قيم، تانية ابتدائي ياخدوا 6 قيم. أكيمو اقطع البتاع ده عشان الكلام بتقوله دكتور سلمى معايا أنا رسمي ليه، فعايز بس عشان أشرحه. اتفضلي حضرتك. فال6 قيم هندرسها على ال6 سنين بتوع الدراسة اللي هي فترة الابتدائي، يعني 36 قيمة على مدار الفترة اللي احنا بنسميها فترة التعليم الأساسي. لو احنا عرفنا نوصل ال36 قيمة دول في فترة التعليم الأساسي يبقى احنا نجحنا. تمام. وبيوصل للولاد. أنا بس أقولهم، ممكن أقولهم ولا حضرتك تقوليهم؟ أهو أنا قدامي مكتوب الصداقة، يعني أدي إيه؟ أيوة. أدي الحاجات اللي احنا مقسمينهم بالطول يا معتز. يعني هتلاقي الكي جي 1 اللي هم ال6 قيم نازلين بالطول بمعدل ان احنا بناخد حصة واحدة في الأسبوع لمدة ساعة واحدة، وبقية الأسبوع بنطبق في بقية المواد وفي بقية اليوم. فزي ما حضرتك عندنا الصداقة، النظافة، النظام، معلش لحظة، التعاون، الأمانة والصدق، أيوه، حب الأسرة. فده الطفل الصغير كي جي 1 4 سنين بيتعلم ده ال6 قيم دول. صداقة، نظافة، نظام، تعاون، أمانة وصدق، حب الأسرة. بس بيتعلمهم ازاي بقى؟ مش بيتعلمهم زي ما احنا بنقول كده تعالى أنا هعلمك النظافة ولا هعلمك الصدق ولا هعلمك التعاون. لا، بنعملها على 4 مراحل. بناخد مثلا بعد كده هقول لك ازاي بنطلع بيهم من كي جي 2 لغاية لما نخلص المرحلة الابتدائية. بنبسطها، يعني هنجيب فيديو عن القيمة اللي احنا بنتكلم عليها، لو احنا بنتكلم على الانتماء ولا بنتكلم على حب الأسرة ولا بنتكلم على تايم مانجمنت، إدارة الوقت. فبنجيب فيديو وبنعرضه في الفصل في الأسبوع اللي هو فيه منهج بناء الشخصية ده عن القيمة دي. وبعدين بعد ما بيتفرجوا عليها بنخلي الأولاد يقولوا هم إيه، يعبروا هم، يا إما يمثلوا حاجة عن الصدق أو عن الأمانة أو عن القيمة دي، أو يعملوها مسرحية أو يحكوا حكاية عنها، أو حتى نفتح حوار عن كل واحد وتجربته أو فهم إيه من القيمة اللي احنا بنتكلم عليها اللي حضرتك هتعرضها دلوقتي. طيب سؤال تاني معلش، هل حضرتك لقيت استجابة؟ جدا جدا. الأولاد بيفهموا معنى القيمة، بيعرفوا يربطوها بحياتهم، وحتى لو ما بينفذوهاش بتبقى in the back of their mind، في خلفيتهم هتطلع عند معيار ما في لحظة ما هتطلع. ولما بنفضل نقول لو احنا بنتكلم على احترام، على الأمانة، على الصدق، على كل القيم دي كل سنة على مستوى، يعني لما بتكلم وبخاطب طفل عمره 6 سنين في أولى ابتدائي غير لما بخاطبه في 6 ابتدائي. لما حضرتك هتعرض دلوقتي القيم وهوري لك ازاي انه الدسكشن او الحوار اللي موجود اللي بيحصل او التمثيل اللي بيحصل او التعريف بالقيمة ديت ازاي. هو في حاجة مهمة بدون قطع كلام حضرتك دكتور سلمى، هي اختيار القيمة في حد ذاته. ده كان الخطوة الأولى في وضع البرنامج. يعني أنت لما هتيجي تختار ال6 قيم اللي أنت اخترتهم لكي جي 1، مين اللي حدد القيم ديت؟ مين بقى؟ رقم 1 مدرسين الفصول المرحلة. يعني أنت جبت مدرسين كي جي 1 وقعدت معاهم، عملت اجتماع تقول لهم إيه أهم القيم اللي بيحتاجها الطفل في السن ده. رقم 2 أولياء الأمور للمرحلة، بعض أولياء الأمور اللي بيمثلون، فبالتالي أنت اخترت القيمة بناء على الاحتياج للمرحلة. في السن كي جي 1 مثلا محتاج النظافة والنظام بشكل قوي جدا، إنه يعرف إن في سيستم.
تمام. فدي نقطه مهمه جدا. فدي ان الاختيار القيم دي هم مدرسين الطلبه او الاطفال اللي حاسس ان المرحله دي عايز يعلم الطفل 1 2 3 4. بالظبط. واحنا فصلناها بقى ما بين التراينجل اللي انا بقول لك عليه ده، المدرس والاسره والمدرسه، وقمنا فصلنا القيم دي ازاي نعملها وازاي، وكل سن احتياجاته ايه. طب ازاي بنتنقل بقى؟ انا هجيبها اعرضها لي تاني يا كيمو، حضرتك قولي لي ازاي بنتنقل من قيمه للتانيه، من يعني مثلا ادي الصداقه، النظافه، النظام التعاوني الى اخره، وبعدين كي جي 2 في اداب الحوار والاستماع والاحترام واداب الاختلاف والاعتماد على النفس وشكر النعم وحب الاسره وصله الرحم الى اخره. ايوه. لما جينا مثلا نتكلم على الانتماء، فجبنا فيديو ايه اكتر حاجه اللي اولاد يقدروا يتواصلوا بيها او يفهموها او يعرفوا يبقوا مرتبطين بيها. جبنا قطعه من فيلم عسل اسود، والاولاد شافوا الجزء ده وابتدوا يعرفوا يعني ايه انتماء. طب يبقى معناه ايه؟ يعني اعمله ازاي؟ طيب ازاي انا عملت حاجه فيها انتماء؟ طب عملت حاجه ما، وبالتالي بيقدروا يشوفوا كيفيه التطبيق. وبعدين في الاخر بنسالهم طب ايه المانع انكم مثلا تطبقوا القيمه دي؟ ايه اللي بيمنعكم؟ ليه ما بتعملوهاش؟ او ليه بتعملوها؟ او ايه اللي الحوار ده اللي بيدور عن القيمه وعن التعريف بيوصل للطالب وبيستوعبه وبيطلعوا في يوم من الايام، حتى لو ما بيطلعوش في ساعتها بس موجود في منظومته، موجود في دماغه وبيطلع one way or another. بلاقي طفل في تانية ابتدائي وبيتكلم في الكافيتيريا، لا نتعاون، يبقى في كوبريشن، يبقى في نخلي الصغيرين الاول يقفوا في الطابور عشان ياخدوا الغداء بتاعهم الاول في الكافيتيريا. في حد بيعمل كده في مصر؟ بيعملوا الاولاد. ايه ده؟ بابليك اثكس. الاولاد بيعملوا كده. المفروض نديلهم جايزه خاصه. لو احنا في حد بيسيب حد ياخد في الطابور بتاعه. والله يا معتز هتبقى مستغرب لو اقول لك ان الاولاد دي خامه وورقه بيضه اللي بنحطه لهم وبينقشوا عليه، وهو زي ما قلت لك سفنجه. لو اديتهم خير هياخدوا خير، لو اديتهم قيم هياخدوا قيم. لكن لو شافوا تخطي للأصول أو تبجح أو طريقة حوار ما فيهاش احترام، أيوة. أو صوت أو هو ده برضو بيشوفوه وهو ده برضو هيعملوه. حضرتك فالدور علينا احنا. اقتحمتي دلوقتي موطن الداء. دكتور حمزة، هو الطفل اللي بيجي لحضراتكم في المدرسة هو جاي من أسرة، وبالتالي كما يقال لنا الناس بتوع التنشئة الاجتماعية وعلم النفس التربوي والكلام ده، لك أول حد الطفل بيقلده وبيعرف منه معاني كل حاجة، يعرف منه هو مصري ولا سعودي ولا سوداني ولا ألماني، هو الأب والأم. لما تديله الكوباية هتقول له شكرا ولا امشي ما هو أنت بتقول له إلى آخره. طيب الأسرة جاني ولا مجني عليه في حكاية التربية دي؟ لا، الأسرة مجني عليه. مجني عليه، يعني الأب والأم الشباب اللي لسه متجوزين ومخلفين طفل صغير أنا بعتبرهم مجني عليه. ليه؟ لأن إحنا كدولة لابد أن كدولة بمفهوم أعم وأشمل للدولة، مؤسسات الدولة المختلفة لابد أن يكون لها دور في تفهيم الأب والأم إزاي التربية السليمة. يعني تربية الأب والأم طبعا، يعني نستخدم تربيه الاب. لا، انا هو بالتالي احنا لازم نبدا بالنقطه دي. انا عندي مشكله في تربيه الاولاد او اعداد الاب والام. خلينا نستخدم اعداد الاب والام، برستيج الاب والام. لا عشان برستيج وما ناخده منهم تاني بعد ما نخلص. يعني لما حضرتك بتشوف اهم مؤسستين بتؤثر في التكوين الانسان المصري، مؤسسه الان في مصر المؤسسه الاعلاميه والمؤسسات الدينيه. هل قامت المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية بمصر بدورها الحقيقي في إعداد الأب والأم المصري على القيم والمفاهيم اللي المفروض تنقل للأبناء من خلالهم؟ أعتقد هذا لم يحدث. لم نرى في الإعلام المصري قنوات أو برامج موجهة بشكل واضح بتحدد الاستراتيجيات الصحيحة في تربية الأطفال. لم نرى في خطب الجمعة اللي منتشرة كل يوم جمعة على مستوى مصر في كام ألف مسجد الموضوعات المختارة اللي بتبين القيم مثلا الموجودة سواء في الدين الإسلامي أو الدين المسيحي في تربية الأبناء. لم نرى في المكتبة العربية الآن المؤلفات التي تتيح للشباب الصغير اللي عاوز يقرأ. يعني ليه ما فيش كتيبات صغيرة في تربية الأبناء؟ كتيبات بتقدم نصايح مباشرة حقيقية واقعية تسهل على الناس. ده لم يحدث، وبالتالي بهذا المفهوم تكون الأسرة المصرية مجني عليها وليست جانيا. فأنا أعتقد ناهيك بقى عن ما يقدم في الإعلام المصري
بالتحديد انا هتكلم على الطفل المصري اللي بيشكل وجدان وعقل الطفل المصري بطريقه غير طبيعيه. انا لسه كنت بتكلم مع الدكتوره سلمى وضربت مثال على اعلان انا شفته لبطاطس او نوع من انواع البطاطس، يعني عباره عن ولاد بيعدوا كده بيمروا وهم راكبين عربيه وفي عسكري مرور، فعسكري المرور مش راضي يعديهم فطلعوا كيس البطاطس ده وعملوا بيه شخشخوا بيه كده، فالعسكري لما شاف كيس البطاطس جه واخده وحطه في جيبه رشوه وعدوه. هي معموله في اطار كوميدي بس ايه القيمه اللي انت بتحطها في عقل الطفل اللي قاعد بيتفرج على كده؟ بيرشي العسكري عشان يعدي. فدي الحاجات اللي تبدو في عيوننا، لكن لازم نبقوا عارفين ان الطفل في المرحله الصغيره بيبقى قاعد زي الكاميرا، زي لاقطه الاضواء زي ما بيقولوا، هو بيخزن وبيشوف المواقف وبيحطها في عقله. الاضواء دي لقطه الافكار، لقطه التربيه، لقطه القيم، لقطه السلوك، وكل ديت بتبقى في دماغه وبتيجي في توقيت معين. احكي لكم حكايه صغيره وحضراتكم تعقبوا عليها. فاكر زمان لما كنا بره وكان جت مراتي قالت لي قول للبنت لما تدي لك حاجه قول لها شكرا حضرتك. يعني انا بقول لبنتي شكرا حضرتك، مع انها قد كده وانا كبير يعني. ليه شكرا؟ عشان هي في مرور الوقت تعرف لما انا اديها حاجه فتقول لي شكرا حضرتك. يعني لما طبعا ما فيش حاجه اسمها تضرب ولد او بنت او طفلك، ده ما تضربوش، حسسه بغلطه واطلب منه ان هو يعاقب نفسه. ده بقى العقاب الايجابي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. الحاجات دي احنا ما حدش بيقولها لنا يعني. او انا بالمناسبه انا لولاش ان انا كنت بره انا ما كنتش اعرفها برضه، ما حدش علمني الحاجات دي بالشكل ده يعني. يعني صحيح اسرتي ما كانوش بيضربوني بس في نفس الوقت ما كانوش حاطين لي ايه النظريه اللي بتحكم الموضوع. بالظبط. هل احنا مطلوب مننا في الاعلام ان احنا نبتدي نجيب مين اللي ناس متخصصه طبعا يجي بقى يحكوا لنا هو ايه اصل الموضوع ده وليه طبعا. في ناس متربيه وناس اقل وناس وندي مثل وندي اكزامبلز وندي يبقى الاعلام كله استراتيجيه يعني. الاستراتيجيه ان احنا يبقى في محاور مختلفه ان انا اقدر اوصل للي احنا عايزين نوصل له ده. اللي هو الاخلاق تبقى امن قومي، التربيه تبقى البيت والمدرسه والاعلام، المؤسسات دي كلها الثلاثه دول لازم يتكاتفوا مع بعض. والمدرسة والإعلام. الإعلام كان قبل كده المجتمع قبل ما الإعلام ياخد لكن دلوقتي البيت من سنة ل5 سنين، المدرسة هي بتلعب دور أكبر في السن من 5 سنين ل10 سنين، وبعدين الإعلام بيلعب دور أقوى من سن 10 سنين ل15 سنة. إزاي ده كله أخليه يبقى عنده استراتيجية ويبقى بناء الشخصية ده أو بناء الشخص يبقى هو ده الاستراتيجية الرئيسية اللي كلنا نمشي عليه في التراك ونركز علشان الدنيا ما تبقاش كبيرة جدا. ناخد 4 محاور نقول ايه اكتر 4 قيم ملحة النهاردة هشتغل عليها. اقول لك مثلا قيمة الصدق، قيمة النظافة، قيمة احترام المال العام، وحب العمل. ادي 4 قيم رئيسية هنشتغل عليهم. طب هاخد ازاي احترام الاخر او احترام المال العام بالذات علشان اقدر ابين حتى للولاد ازاي احترم المال العام، ازاي احب عملي. هو ده اللي هيوصلنا، لان احنا عندنا اهداف عايزين نوصل لها للتنمية ولتطوير مصر وتغيير مصر. دي المحاور اللي هنشتغل عليها. طيب تنمية بيان هام للرئيس القادم اي مكان هو مين؟ انت محتاج لحد يكون مساعد ليك لشؤون الخطاب الاعلامي والديني والتربوي. حد يكون اكل عيشه الموضوع ده، بيصحى الصبح يشوف التعليم فيه ايه، بيشوف الخطاب الديني فيه ايه، بيشوف الاعلام فيه ايه. لان الحقيقه اذا كان احنا بنسمع المرشحين الرئاسيين بيتكلموا في الموضوع ده، مش هنتكلم عن حد لان احنا في صمت انتخابي، انما معنى ان هم بقوا بيتكلموا في مواضيع علاقه بالخطاب الديني والتربوي والكلام ده، هو بيقول لك انا مش لاقي رجاله، مش لاقي ولا ستات يعني طبعا، مش لاقي حد يشيل معايا الشيله ديت. لان احنا اخلاقيات العمل، اخلاق العلاقات الشخصيه، العلاقات المدنيه، القيم، احنا مخوخين من جوه. احنا ممكن نكون عضلات على المستوى البدني، بس على المستوى الاخلاقي المخزون الاخلاقي عندنا مش كفايه انه يشيل البلد لقدام. وانا كمان بعتقد ان الخطوه الاولى قبل ان نقول ان في ماده هتوضع لبناء الشخصيه عوده الانضباط للمدارس المصريه. يعني انت عشان توصل القيم دي لازم الطلبه تبقى في المدارس. للاسف احنا عندنا الطلبه مش في المدارس، فازاي هتوصل القيم دي اذا لم تعد الانضباط للمدارس المصريه مره ثانيه؟ انضباط يعني في طالب وفي مدرس وفي عمليه تعليميه بتحدث. احنا عندنا الاستاذ محمد زين من اسنا بعد بيقول المدرسه لم يعد لها دور، لان مفيش تعليم في المدارس وكل الطلبه بتذهب للدروس الخصوصيه، والدروس الخصوصيه بتهتم بتلقين المعلومه دون النظر لفكره بناء الشخصيه. في مدرس دروس خصوصيه الطلبه بتروحه عشان بيتكلم عن القيم،
لا، مدرس الدروس الخصوصيه بيروحوا له عشان خاطر هيقتنصوا درجات يجيبوا فيها اعلى درجه يدخلوا بقى الجامعه. فكره القيم، نظريه القيم بشكل عام غير موجوده في التعليم المصري الحالي. وبالتالي انا بعتقد ان مهمه من يقوم على التعليم قبل ان يضع نظريه تربويه ان يعيد الانضباط. الانضباط في حد ذاته قيمه لازم تكون موجوده في المجتمع المصري عشان الطفل يحس بيها. هل حضرتك توافقني ان برضو يعني من مشاكل القيم في مصر ان لما حد بيتكلم عن الانضباط الناس بتفتكر ان هو بيتكلم عن الاستبداد؟ يعني انت النهارده لما حد يعني من الاسئله اللي بتطرح يقول لك ان احنا عايزين نحترم القانون، دول عايزين نلتزم. الباحثين عن الفوضى. كل من يبحث عن الفوضى يضع الاستبداد مرادفا للانضباط. وعمر ما كان الاستبداد معناه الظلم، معناه ان تكيل بمكيالين، ان يكون لك معيار في شخص ومعيار مع شخص اخر. وانا لسه برضو كنت بتكلم مع دكتور سلمى، ماذا يصنع، حضرتك كنت بتتكلم عن التجربه الغرب واوروبا وامريكا، ما الذي صنع التجربه الاوروبيه والتجربه الامريكيه؟ الانضباط واحترام القانون. بالظبط. احترام القوانين المطبقه على جميع الناس بشكل موضوع. فكل من يقول ان الانضباط معناه الاستبداد هو شخص يريد للفوضى ان تستمر. ومصر في حاجه للانضباط. ومفيش مؤسسه هتتظبط وهتشتغل وهنقدر نوصل بيها القيم اللي احنا الا بالانضباط. طب دلوقتي انا بلاحظ، معلش خلوني بقى ابقى اكثر انفتاحا ومباشره في بعض اسئلتي. انا بشوف اسر الاقي الاب بيضرب اولاده، الاقي الفاظ سيئه بذيئه جدا بتتقال بشكل مبالغ فيه، الاقي نمط العلاقه ونمط قهر، روح يا ابن الكذا مش عارف ايه. طب يعني هنعمل ايه مع هو المنتج ده، الطفل ده هو منتج للتربيه دهيت، نلحقهم ازاي؟ يعني انا كان عندنا تجربه زي كده، طفل صغير وجت المدرسه بيقول الفاظ مش ممكن تكون طالعه، هو قطعا مش فاهمها. جبنا الاب والام، ف يعني الام بتقول لي ايوه الاب بيستعمل الالفاظ دي في البيت، فالولد بيلقط بيستوعب. بنعملها ازاي؟ بالحوار وبالكلام. وبعدين في الاخر لما جبنا الاب والام قلنا له احنا عايزين نعمل كده ومش هنعرف نعمله غير والبيت والاسره معانا، لان احنا في مركب واحده وعايزين نقدف عشان نوصل اسرع، نقدف كلنا في توجه واحد، في اتجاه واحد. بتجيب نتيجه، وبتجيب نتيجه كويسه جدا. هو في المدارس هنا بيميل الى ما يطلق عليه الورش العمل، انه زي ما بيعمل حصص موجوده للطلاب بيعمل ورش عمل على الاقل لقاء شهري لاولياء الامور حول القضايا اللي بتمس هذا الموضوع. ورش العمل دي تعملها على مستوى المدارس، لكن على مستوى الدوله هو الخطاب الاعلامي والخطاب الديني. يعني اذا كنت حضرتك عاوز توصل كل ده لازم يكون في برامج الموجهه عن كيفيه تربيه الابناء، وعن المشاكل اللي بتواجهنا، وعن العقاب الايجابي. ولازم المؤسسات الدينيه سواء كانت الازهر او الاوقاف او الكنيسه المصريه تبحث بشكل رئيسي عن حوار ديني معاصر يقدر يوصل الافكار ديت لاولياء الامور بشكل مباشر. فما يقابل ورش العمل في المدارس اللي بتتعامل على مستوى نوع معين من المدارس، ما اقدر اقول ان انا هعمله في المدارس المصريه عشان ما اطمحش اكثر من اللازم. يقابله ايه؟ حوار اعلامي موجه وحوار ديني موجه. بيقول للناس يا جماعه خلي بالكم انتوا بتربوا اولادكم من 1 2 3 4، خلي بالكم انتوا بتعاقبوا اولادكم من 1 2 3 4، خلي بالكم وانتوا بتشاركوا اولادكم من 1 2 3 4. طب احنا محتاجين ربما مانيوال، بالظبط، مانيوال يكون فيه افعل ولا تفعل. بالظبط. وانت بتربي اولادك وانت بتربي بناتك خد بالك اعمل كذا وكذا وكذا وما تعملش كذا كذا وكذا. من اليات لما كنت بتتكلم على البوزيتيف ديسيبلين، العقاب الايجابي، اللي احنا بنقول ايه الاليات ان احنا نقدر نعاقب بيها لو حد ما التزمش بده. فاحنا عندنا حاجه اسمها الستودنت مانيوال. ما ده اول حاجه ان احنا الستودنت مانيوال ده عباره عن ايه؟ ده عهد بيني وبين الطالب، ده الدستور اللي بيني وبين الطالب اللي بيحدد فيه احنا دلوقتي هننضبط ازاي. وفعلا المانيوال ده لو الكل بيمشي عليه وبينضبط عليه وبيحاسب عليه، كله عندنا حاجه اسمها ستودنت مانيوال، بارنت مانيوال، تيتشرز مانيوال، ادمن مانيوال. يعني كانه مانيوال او كتالوج اخلاق او قيم للطلبه وللمدرسين وللاداره وللاسره قواعد. مش دايما حضرتك بتقول بيبحث عن المعيار. هو عشان يعرف الصواب والخطا لابد وان تضع له معيار واضح. طب يبقى احنا بندعو بقى الناس اساتذه التربيه المتخصصين في الموضوع ده ان هم يتطوعوا لنا، ان ما كانش اوريدي موجود انا ما اعرفش، بموقع على الانترنت يكون مكتوب فيه هذا الكلام. وما اعتقدش هيكون مجهد قوي ان هو حتى لو ترجمه عن مواقع اخرى
بيكون فيها حاجه شبه المانيوال ده، بحيث ان احنا نبني عليه ونبتدي بقى نراكم، بحيث انه طبعا بس يعني لازم يكون معمول بعنايه شديده. يا دكتور معتز، هو احنا مش هنخترع الذره، هو اليات تطبيقه وان احنا نفضل وراه لغايه لما نقدر نطبق ده، هو ده الصعب. مش ان انا اجيب المانيوال وان انا انشره، بس ازاي يعني اطبقه واي سوبرفايز ل 12 سنه لغايه لما الطالب يتخرج من عندي. 12 سنه دراسيه. هو لو ده موجود، لو المانيوال ده موجود، سواء بقى وزاره التربيه والتعليم تقوم عليه، مؤسسات الطفوله والامومه تقوم عليه، المهم في الاخر يكون عندي حاجه اشبه بهذا المعيار، ونبتدي انا في الاعلام، عشان انا في الاعلام انا بتكلم من تجربه شخصيه وانا مش متخصص، لكن انا بقى عندي حاجه بقى اقول لهم يا اخوانا بتاع ده بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. ده غير موجود في وزاره التربيه والتعليم حتى الان. وانا سالت هذا السؤال لكثير من القائمين على هذا العمل، ايه هو الستودنت مانيوال بتاع الطالب الموجود في التابع لوزاره التربيه والتعليم اللي على اساسه تقول ده هيحدث كذا في حاله الاخطاء؟ يعني احنا بنواجه مشاكل العنف في المدارس، صح؟ طب انت نظمت هذه الامر بقواعد واضحه؟ لا، بيقول لك المدرس اللي هيضرب هيتحول للتحقيق. طب دورت الاول المدرس بيضرب ليه؟ ووصل لهذه المرحله ليه؟ اعددت المدرس تربويا واخلاقيا وفكريا واجتماعيا عشان يعرف هذا؟ ده غير موجود. وعشان كده زي ما قلت لحضرتك في البدايه، الامر يحتاج الى شيء من المصارحه والوضوح. احنا عندنا ازمه اخلاقيه في المجتمع المصري، ولدينا رغبه في اعاده بناء الشخصيه المصريه. بناء الشخصيه المصريه يحتاج الى سنوات، بس عشان يحدث على مدار 10 سنوات لازم تخطط له من الان وتنفذ له من الان. ولازم وزاره التربيه والتعليم تقوم بدورها الاكمل في هذا الامر، لانها لن تقوم بدون وزاره التربيه والتعليم. وزاره التربيه والتعليم والاعلام هما جناح الامر كله. لو الاعلام ووزاره التربيه والتعليم هيجي معاهم بقى المؤسسات الدينيه، لكن الاعلام ووزاره التربيه والتعليم هي لازم ان تقوم بهذا. ومتهيألي كمان احنا يعني عشان نساعد وزاره التربيه والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني، يعني انا بس عايز نقطه البدايه ان احنا نعمل حاجه اشبه باللي حضرتك سميتوه مانيوال او يعني او كتالوج، او لاننا من غير ده هيفضل الكلام مرسل شويه، هيفضل يعني بنقول هتبقى تجارب شخصيه او ربما اجتهادات زي مثلا اجتهاد حضراتكم في مدارسكم لكن احنا عايزين نحط حاجه عامه ونقول يا اخوانا هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. وبالتالي انا لما اجي اتكلم انا عايز اتكلم استنادا لده، انا رايح في السكه دي، واطلب بقى من كل الاعلاميين واطلب من كل المدرسين واطلب من كل الناس اللي بتشتغل في الخطاب الديني ان احنا عايزين نوصل لمنتج من هذا النوع. لانه انا برضو يعني لا اخفي على حضراتكم سرا، الواحد بيواجه مواقف عجيبه في الشارع، بيحس انه زي ما يكون الناس دي محدش علمها ايه صح وايه غلط، هو اللي بيطلع في دماغه حاجه بيعملها، يعلي صوت التاكسي، يركن عربيته في اي حته. طب وبعدين ايه بقى المعيار اللي ما بيننا وبين بعض اللي احنا نحتكم اليه؟ الدراع؟ ما هو ده مش مجتمع، ده هيبقى غابه. الدستور، القواعد، المانيوال اللي حضرتك بتقول عليه، بس المانيوال ده لانهم مرحله برضه، يعني هي دي النقطه المحدده. حضرتك بتتكلم على سلوكيات الشارع. سلوكيات الشارع دي قضيه ثانيه، دي مسؤوليه الدوله، مسؤوليه انضباط الدوله. لكن انا بتكلم في داخل المؤسسات التعليميه، هو ده اللي محتاج مانيوال. العلاقه اللي بتنظم ما بين الاضلاع الثلاثه، ولي الامر، المدرس، الطالب، ما هم دول اضلاع العمليات التعليميه. هي دي اللي محتاجه مانيوال واضح ودستور واضح. وربما يكون احنا محتاجين نلتقي بالسيد وزير التربيه والتعليم، لانه ربما يكون التعليم خد حجم اكبر من التربيه، او ربما التعليم من غير تربيه فتراجع التعليم وتراجع التربيه. دكتور سلمى توفيقي. تراجع التعليم وتراجع التربيه. بمعنى انه كان زمان اسمها تربيه وتعليم، يعني انا كنت بتعلم في المدرسه ان انا ما ارميش الورق في الحوش. دلوقتي لا، ما واضح ان الموضوع فبقى الموضوع كله انت تروح المدرسه علشان تحفظ مقررات، عشان اجيب نمره علشان اخش بيها الجامعه. فيبقى الهدف كله ان انا زي ما بيقولوا مجتمع هدفه الرئيسي ان انا اجيب كذا في ثانويه عامه وان انا انجح كذا في الاعداديه. لكن يمكن هو ده اللي مخلينا مركزين اكتر في الجزئيه دي اكتر ما احنا مركزين في الجزء اللي هو التربيه والاخلاق وازاي اوصل للهدف ده، والمنظومه اللي توصلني ده، والاليات اللي توديني ده، ومكونات الجزئيه بتاعت بناء الشخصيه. وده بيحصل ونتائجه رائعه. انا شفت نتائجه. هو ربما يكون ده جزء من اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا فعلا يكون يعني عندنا خطه ممنهجه لفكره بناء الشخصيه. وانا شايف ان لم نستطع ان ننجح لا في التربيه ولا في التعليم. لان هو الطالب اكتسب مهارات ايه؟ هو التعليم عباره عن ايه؟ عن معلومه ولا عن مهارات اكتسبها هيوظفها ويستخدمها؟ المفروض مهارات بس.
معلومه جوجل أشهر المعلومه في الدنيا. المدارس لم تعد وسيله للمعلومه، ولكن المدارس الحقيقيه هي وسيله، واحد لكيفيه استخدام وتوظيف هذه المعلومه في المجال العملي، اثنين بناء شخصيه الانسان. خلوني اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واقول ان دي نقطه بدايه بنفتح فيها ملف في منتهى الاهميه، وهو فعلا قضيه امن قومي، لان احنا باخلاقياتنا دي احنا اكبر تهديد لامن البلد دي، وبالتالي علينا ان احنا نراعي ربنا فيها ونراعي ربنا في نفسنا، نراعي نفسنا علاقتنا ببعض. ما ينفعش نكون بنحب مصر وبنكره اهلها، ما اعرفش نكون بنتكلم الكلام الكبير والشعارات والاغاني، وفي ساعه العلاقه الانسانيه الطبيعيه اللي ما بين البشر نكتشف ان احنا بنسيء لبعض اكتر ما بنساعد بعض، وبالتالي التربيه قضيه امن قومي. بس أنا قبل ما نختم برضو لازم أقول إنه لما بنتحط على التراك، ولما بتتحط استراتيجيات، ولما بتتحط خطط، ولما بيتحط برنامج، حاجة بسيطة جدا زي اللي احنا مطبقينه، يعني حاجة مش اختراع الذرة، بتجيب نتائج فوق الخيال. واحنا شفنا ده متطبق على الأولاد من سن 3 سنين لغاية ثانوي، بيفرق. الأولاد دي بتبقى عندها القيم دي وبتعمل بيها وبتفهمها وبتطبقها، فده برضو دورنا. تمام. وانا برضو عاوز اقول ان لو حطينا الحديث النبوي اللي بيقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق كعنوان كده، وحللناه تحليل لغوي، هتلاقي انما هي اسلوب القصر. يعني ما بعث الرسول الا من اجل الاخلاق. وبعثت دي تاء الفاعل، واتمم معناها ان الاخلاق غير قاصره على دين دون اخر، كل الاديان السماويه تهتم بالاخلاق، ومكارم الاخلاق هي اعلى درجات الاخلاق. وبرضو ربنا مدح الرسول وقال له ايه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى هو ده البداية. صحيح. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وزي ما قلت هي نقطة بداية في فتح ملف منتهى الأهمية. دكتور سلمى شكرا. شكرا يا معتز. شكرا. شكرا فندم. أعزائي المشاهدين، هذا ما أمكن إراده وتيسر إعداده وقدر الله لنا قوله. شوف حضراتكم على خير بكرة إن شاء الله. صباح الخير.